بشكل عام كثير جيد زي كل سنة. طبعا مسرحية صار أخذ طابع وله رواده وجمهوره. اليوم كان إشي مميز في تكريم الفنان الكبير سمير خوري، كان كثير مؤثر وكان يعني شيء كثير حلو وبيستاهل طبعا سمير هذا التكريم الكبير. كمان استقبلنا ضيوف من خارج من قطاع غزة لأول مرة، ضيف هاشم ياسين بيعمل سلام يا سلام، وضيف من ألمانيا اسمها هنريتا بمسرحية يدها على العتبة. وطبعا فرحانين لأنه نجح ورشة الكتاب المسرحي وخرج منها 3 مسرحيات، وأضفنا جائزة جديدة للكتاب المسرحي. أرجو من الجمهور حين أطلب من الأخ سمير خوري أن يصل إلى المنصة أن تقفوا، وإن تكرمتم أن تصفقوا. السيد سمير خوري. بس شكرا غير شكل، لانه لو اداره المهرجان بتعرف الفرحه اللي بتعم على المكرم كانوا كرموا لنا 10-15 واحد كل سنه. كنت افرح لزملاء بيتكرموا، بس ما حسيت بالفرحه زي ما فاجأني عزيزي اسامه انه في تكريم. بصراحة هي يعني التكريم مش فرحة وبس، التزام، يعني صار في التزام كأني بادئ لسه صفحة جديدة، والمشوار إن شاء الله بيكون أكثر من اللي مضي. وأهم شيء إنه ما حدا بيقدر يعتدي على حرية الإبداع. هاي المسرحيات هي حرية إبداع، في المسرح في إبداع وفي حرية للإبداع وفي حرية للكلمة وفي حرية لإنتاج هاي المسرحيات وللعمل المسرحي الرائع. وأنا بدي أحيي كل المشاركين وكل الهيئة الإدارية، هيئة إدارية برئاسة القاضي فارس فلاح والأستاذ طنوس وكل الهيئة الإدارية وكل الفنانين وكل الناس اللي بيشتغلوا بهذا الموضوع، لأنه هذا شيء بالنسبة لنا قلت لك زي صوم وصلاة مهم جدا لتنمية حضارتنا وثقافتنا وفنوننا في هاي البلاد. احنا أقلية إلها فنها، إلها حضارتها، إلها ثقافتها، لازم ننميها ونطورها مثلنا مثل باقي الشعوب في العالم.